السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم وصفة الفاصوليا الخضراء مع التمن الأبيض أو الرز الأبيض. طريقة كلش سهلة. راح نحتاج المكونات التالية: فاصوليا خضراء، اليوم أنا عندي فريش، تقدرون تستعملون المجمدة إذا متوفرة الفريش، لحم مثروم، راس بصل متوسط الحجم يابس أو أخضر، فص واحد من الثوم، وراح نحتاج راس فلفل. طبعا هذا ينطي نكهة كلش طيبة بس هو اختياري، معجون طماطة وملح وفلفل أسود. وراح أستعمل التمن البسمتي. هسا عندي التمن غسلته وراح أتركه يتنقع لمدة نص ساعة. ثرمت البصل والثوم وراح أثرم الفاصوليا، أنا أحب هذا الحجم. هنا صارت عندي كل المكونات جاهزة. راح أخذ جدر وأخلي بيه ملعقتين زبد لأن ينطي نكهة كلش طيبة للمرقة. راح أضيف البصل والثوم وأقلبهم دقائق. وهسه صار وقت أضيف اللحم. هنا أنا راح أقلب اللحم وراح أضيف عليه الملح والفلفل وراح أتركه لمدة 5 دقائق على النار. هسه ضفت الفاصوليا، راح أقلبها وأتركها 5 دقائق ثانية. وهنا صارت عندي الفاصوليا واللحم جاهزين. أضيف لهم معجون الطماطة. احنا بالعراق متعودين نحمسه شوية للمعجون حتى تصير نكهته أطيب. ضفت كوب مي لحم وراح أترك المرقة تغلي على النار لمدة دقائق، وبعدين أنصيها وأتركها تتهدر لمدة 15 دقيقة. وهسه راح أبدي أحضر التمر. وهنا أنا صار عندي الأكل جاهز، سويت وياه زلاطة. إن شاء الله تحبون الطريقة وتجربوها.